بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته. فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. بيراميدز ينتصر على الزمالك 3-0 ويتصدر جدول الدوري الممتاز بجدارة. الاسماعيلي والدراويش من سيء لأسوأ، والهزيمة الثانية على التوالي 2-1 من طلائع الجيش. كابتن محمد يوسف والفوز الثاني على التوالي لحرس الحدود 1-0 على نادي الجونة. بارقة أمل لحرس الحدود. النهاردة كان الأسبوع ال11 من الدوري الممتاز. كان النهاردة في 3 مباريات مهمين. النهاردة نبدأ من الآخر. الزمالك كان بيلاعب بيراميدز، ودي اعلى نتيجه حصلت في تاريخ الفريقين. نقدر نقول النهارده بيراميدز مثل بالزمالك فيلم الارض. احنا النهارده ما شفناش زمالك في الملعب، وخصوصا في الشوط الثاني. بيراميدز النهارده عمل مباراه قيمه يا جماعه وتكتيكيه من الدرجه الاولى. لو جيت تتفرج على ال3 اهداف اللي جم في نادي الزمالك، اول هدف جه في الدقيقه 57 عن طريق فيستون مايلي اللي خد الونش في ظهره، والونش ما بيبصش على الكوره، عمال يبص على جسم اللعيب. خده ولف بيه وخد الكوره وشاتها بشماله، وكالعاده محمد عواد فاتح رجليه على اساس هو متعود على الاجوان تخش فيه، فاتح رجليه. قمه المتعه في الهدف الثاني. ابراهيم عادل لاعب مختلف يا جماعه، لاعب مميز في نص الملعب 1 و2، وهو بيقع بيباص الكره لمصطفى فتحي يعمل منها هجمه مرتده بيحطها مصطفى فتحي. عيل حريف حريف حريف. الجول الثالث يا جماعه اللي جه في الدقيقه 70 عن طريق ابراهيم عادل رصاصه الرحمه. لما تشوف امكانيات رمضان صبحي ان لم اللعيب المدافع نادي الزمالك في شبر ونص، وكانه مسنطرها على خط المرمى، بصاها لابراهيم عادل اللي اطلق رصاصه الرحمه وجاب الجون الثالث. وبعد الجون الثالث لقينا بيراميدز بتلعب وتتفوق، علاوه على اني كان في الدقيقه 9 ضربه جزاء صحيحه لنادي بيراميدز، ضربه جزاء صحيحه 100% لنادي بيراميدز، لكن الحكم محمود بسيوني حتى ما رجعش للفار. قلنا كويس ان ما حصلش كده عشان ما يقولوش ضربه الجزاء دي هي اللي غيرت مجرى المباراه. النهارده الزمالك كان من غير دفاع الزمالك النهارده كان شوربه. اولا محمود الونش بقاله 10 ماتشات بيلعب وراجع من اصابه تقيله، المفروض يتبدل وريحوه، مش في المستوى المميز. شفنا الزمالك من غير عبد الله السعيد مش موجود، راجل عنده 40 سنه وهو رمانه الميزان في نادي الزمالك. ازاي يعني ما شفناش النهارده زيزو ابو 100 مليون ما عملش حاجه؟ ما شفناش محمد شحاته اللي هو لعيب المفروض الزملكاويه او مشجعين نادي الزمالك مستنيين منه كتير. شفنا مصطفى شلبي النهارده محمد الشيبي خدوا غسيل ومكوى، خدوا في سندوتشين. تعالى انت مكانك هنا، اخرك هنا، مالكش اكتر من كده. المفروض تدفع لنادي الزمالك فلوس يا مصطفى شلبي عشان يلعبك، على راي الكلام اللي اتقال. لما تبص حضرتك في سكواد نادي بيراميدز تشوف ابراهيم عادل لعيب مختلف، الكارتي لعيب مختلف، ابراهيم توريه لعيب مختلف، رمضان صبحي لما بيبقى في فورمه بتشوف رمضان صبحي لما نزل في الشوط الثاني غير مجرى المباراه كلها. الزمالك من بعد الدقيقه 44 وخروج عبد الله السعيد تاه يا جماعه، يا عيله تايهه يا اولاد الحلال. تاه في الملعب، مفيش خط نص، مفيش دفاع. النهارده الزمالك ما يستحقوش حتى يتعشوا، ما يستاهلوش يروحوا البيت يتعشوا بعد ما امبارح كل الاداره جت وقعدت معاهم في النادي وادوا لهم مستحقاتهم، ومدحت العدل واخوه جم وميدو والشغلانه اللي احنا بنشوفها ايه، كل اخفاق. فين اللعيبه اللي بتاعت الزمالك اللي عايزه فلوس؟ النهارده بيراميدز يتصدر الدوري بجداره، يبقى 24 بونت، والزمالك محلك سر 20 بونت. احنا النهارده شفنا مدرب نادي بيراميدز اللي لازم نثني عليه، قدم مباراه ممتعه. بيراميدز يا جماعه زي ما قلنا قبل كده وارجعوا لفيديوهاتنا، السم في العسل. ممكن الاهلي يتخانق مع الزمالك وفي الاخر بيراميدز هو اللي يطلع كسبان. النهارده الزمالك ما قدمش حاجه يستاهل الشكر عليها، ولو كان قدم كنا هنقول. نخش على الماتشين التانيين اللي هم كانوا النهارده في الدوري. الاسماعيلي
فين يا جماعة؟ فين أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي؟ فين محبين نادي الإسماعيلي؟ فين رموز نادي الإسماعيلي؟ فين كوادر نادي؟ بقالنا 5 6 سنين الإسماعيلي يفضل لآخر ماتشين 3 ونقول هيهبط ولا مش هيهبط. الإسماعيلي النهارده بقاله ماتشين بيتغلب، وحقا طلائع الجيش النهارده عمل شوط تاني عالمي، كان يستاهل يكسب 3 و4. الإسماعيلي جاب جون وقال لك المباراة خلصت على كده. دخل الكابتن عبد الحميد بسوني عمل شويه تغييرات، عمل ماتش عالمي. بس احنا بنحكي في نادي جماهيري، نادي جماهيري يا جماعه. الانديه الجماهيريه لو هبطت ما هيبقاش فيه كوره في مصر. بنناشد نادي الاسماعيلي، بنناشد جماهيره، بنناقش مجلس ادارته. ده نادي جماهيري يا جماعه، حافظوا على نادي الاسماعيلي مش كل سنه زي اللي قبلها. كمان نختم بالكابتن محمد يوسف اللي هو ابن من ابناء النادي الاهلي، بقاله ماتشين على التوالي بيكسب، اي نعم 1-0. النهارده اما تبص لحرس الحدود في المركز السابع برصيد 15 نقطه، طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 15 نقطه. كل فريق النهارده كسب. بدأنا نشوف مرحلة السلالم الموسيقية في الأندية، بدأنا نشوف ده فوق ده تحت. المباراة بتغير ما بين الفرق بينها وبين بعضها. النهارده في ماتشات لسه جاية في الدوري كتير، هنتابع مع حضراتكم كل الماتشات إن شاء الله، ماتش بماتش، يوم بيوم. الدوري عمال يحلى، عمالين نشوف مباراة قيمة. والنهارده كان مباراة قمة الدوري اللي قدر نادي بيراميدز يتغلب ويصل للقمة، وده من حقه. شكرا ليكم، سلام عليكم.